النبي صلى الله عليه وسلم يسأل معاذا قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: وحق العباد على الله، هل للعباد حق على الله؟ الله تبارك وتعالى يوجب على نفسه ما يشاء، وليس لأحد أن يوجب على الله شيئا سبحانه وتعالى، ولكن الله بمنه وفضله وكرمه أوجب على نفسه. قال: وحق العباد على الله ألا يعذبهم إذا لم يشركوا به شيئا. إذا التزموا هذا الأمر ولم يشركوا بالله شيئا حقهم عليه ألا يعذبهم. فمعاذ بعد ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أبشرهم؟ يعني يلتزم الإنسان بالتوحيد فيدخل الجنة ولا يعذبه الله تبارك إذا التزم التوحيد، فيريد أن يبشر الناس، وهذا من حرص المسلم على أخيه المسلم. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلوا